دابا جيت باش نصاوب القريشات هذه اول مره غادي نصاوب صراحه. شريو الفيديو ديال واحد السيده بانوا لي ساهلين وكيبانوا بنان ان شاء الله. يسقوا معنا زوينين. غادي نحتاجو هنايا الربعه ديال الزبده. هنايا كاين كاس مخلط ما بين الزيت العود والزيت النباتيه. عندنا هنايا كاس ديال الحليب، 3 ديال البيضات، خمسة من هاد الجبن المثلث، من الافضل اذا كانوا عندكم المكونات زعما ديجا في الدار مثلا في الثلاجه، الا كنتو غتوجدوها خرجوهم من الثلاجه قبل تقريبا واحد ساعتين باش ياخذوا هكا حراره المطبخ بحال الفرماج دغيا يذوب معكم والزبده حتى هي دغيا ما تعذبوش معها. انا هنايا كنت فكرت نديرهم في مولينكس صراحه، ولكن فكرت ان الزبده اللي كتسق ليا في مولينكس بزاف مع هكا ما دايباش وكثيره شويه غادي غادي تلصق ليا كامله في مولينكس. غنزيدو واحد دانون مسوس، دانون طبيعي، ياغورت طبيعي، جوج معالق كبار ديال الموطارد، واحد الضامه ديال الحوت، معلقه كبيره ديال الخل، الهريسه على حسب واش كتعجبكم ولا لا، ديروها كاع كامله ماشي مشكل. غنخلط هادشي ومن بعد غادي نزيد واحد خميره حمراء والدقيق ان شاء الله ما نكون نسيت والو. غنزيدو شويه تاع الطحين مع طشيه تاع خميره حمراء، دابا الخليط ديالنا من بعد ما قلنا بحال هكا غنقسموه تقريبا على 4. بالنسبه لولا باش غنعملوها الزبده ديال باش كنطحنوا العطريه مولينكس، غادي نهز هذا غادي ندير فيه 2 ريصات ديال الثومه، الربيع، شويه ديال الزيت الخضر والكمون. غنطحنوهم مزيان ونزيدهم على العجينه. بعد ما كنطحنوهم كنزيدوهم على هذا الخليط الاولاني ونخلطو.
نزيدو لهم شويه تاع الطحين، ندير شويه تاع نيجيريا. انا اللي غادي ندير هو من بعد غنساليهم غنحطهم في الثلاجه والاول شويه عاد باش نبدا نشكلهم، واخا هي ما قالتهاش في الوصفه ولكن انا داكشي اللي بان ليا. بالنسبه للحشوه تاع العجينه الثانيه ساهله، فيها غير معلقه نزيدو كاع شويه، المهم تقريبا معلقه كبيره ما عمرهاش مزيان ديال الهريسه. انا ما كنقويش حيت ما كتعجبنيش والتحميره. بالنسبه للعجينه الثالثه غنديرو فيها فرماج حمر هكا محكوك، الزعتر والخرطوم. انا هذيك ما خاصها طحين ولكن نزيدو ليها شويه ما فيها باس. المهم انا هاد الاخيره راه غير سجلتيها حيت داكشي اللي قلت لي راه ما كاينش عندي. غندير فيها شويه ديال العطريه ديال الشاورما، كنظن انه ممكن يجي زوين. وباش نزيد شويه ديال الحياه اللون لا ما تضحكوا عليا، ولكن انا غندير شويه ديال صوص الصوجا. ما عرفتش كي غادي تجي عطريه الشاورما مع صوص الصوجا، ولكن ماشي مشكل. المهم انا نحاول نتفكر ونقول لكم كي جا في الاخير. كما قلت لكم انا قررت انني نحطهم في الثلاجه شويه حيت مع ديك الزبده اللي فيهم مع الحراره ديال المطبخ. هانتوما راه هادي راه كانت قاصحه قبيله دغيا سميتو دغيا تحلات ثاني. نجمعهم في هاد البلاطو وندخلهم في الثلاجه يبردوا فيها. الوقت اللي غادي نجمع انايا هاد الروينه بغيت نوريكم الكواليس. ماشي مشكل نوريهم لكم عفوا. انايا من بعد ما بردات معنا العجينه خرجتها من الثلاجه وغادي نبدا نشكل فيها. نبقاو نديرو بحال هكا يجيو. هانتوما فاش بردات جات سهله في الخدمه. وكنحطهم في الطاوه بحال ما هكا. انا من بعد ما طابو نص طيبه هانتوما راه كيبان لكم بلي راه مازال خضرين من الداخل. هنايا فاش جربتهم بداو كيتفرتشوا معايا، هزيت تفرتشوا شي شويه وبقيتو بهم باش يتقطعوا معايا ببساطه كما كنديروا الفقاط. نعاودو نجربوا هاد المره. تفرتشوا شويه ولكن ماشي مشكل.
هذا الشكل الاول طيبته. انتما انا دخلت الفران وكل شويه كنبقى كنحرك فيه بحال هكا بيديا ولا بشي حاجه، يبان لكم بلي راه تقرمل كامل.